الله يسعدك يا رب إن شاء الله. والله شوفي تكلمي معاه، أنت خليك ذكي، قولي شوفي في بعض الأماكن بلبس كمامة وبعض الأماكن بلبس نقاب وأبد ولا يهمك، وشوي شوي. هذا حل. الحل الثاني إنك أنت لا تناقشين الموضوع كثير عشان ما يصير عنده يحط براسه تصير مسألة عناد، كأنك تعانديني. ما صار موضوع قناعة، صار موضوع عناد، فيبدأ يعاند. خلاص اسكتي، هو الحين ما يعرفك. بعد ما يتزوج كثير من الأشخاص أول ما يتزوج سواء مرأة أو رجل عندهم بعض الحدود وبعض الأفكار وبعض، ولكن بعد الزواج يبدأ يكتشف لها الطرف الثاني ويعرف أنه لا ما عنده، ويعرفك أكثر، فيصير ماني بخايف أنك تسوي شيء غلط ولا خايف. فأنا أبدأ أمشي الأمور، عارف مين أنت، وين بتروح، وش بتسوي وش ما تسوي. هذا كله له دور، يبدأ تبنى الثقة بينكم بعدين. فهذا عندك حل. والشيء الثالث اللي بقوله لك، ما دام كنت تقولين أنا والله ودك به وهو وده بك، خلاص ماشي تفرق كمامة عن نقاب، ماشي. يعني ما أقول بخسر أنا حياتي وبخسر شخص كويس وجاهز لي وجاهزت له عشان والله أنه ألبس كمامة ولا نقاب، صح ولا لا؟ فأنتي لا تكبرين الموضوع وتبدين تسألين وصحباتك والعالم، خلاص بس عشان ما يكبرون. في بعض الناس، بعض البنات ولا بعضها حاجة ممكن تقول لك لا والله هذا مو على كيفه، أنا ألبس اللي أبي. لا يا بنت الحلال، ما هي بكذا تنخذ الحياة. اتركيك من ذول الكلام فاضي. أنتي عقلك براسك وتفهمين أنا والله جايز للرجال وكل شيء، بس يبين يتنقب بتنقب، بس ما عندك مشكلة. تبين البس برقع بعد مو بنقاب إذا هو كويس وكل شيء. أما سالفة إنه بعدين بعد الزواج مع الوقت شوي تقدرين أنتي وش طارتك، طلعتوا مطعم تكشفين إذا سويتي مدريش، بعد شوي لين عاد يذوب هذا. طيب الله يسعدكم يا رب إن شاء الله. يعني رجعت لكم مرة ثانية، ولكن أنا بعلق على تعليق اللي سألت عن النقاب والثام. وفي بعض الناس كل واحد أخذ الإجابة معينة وقام يعلق عليها، اللي يقول ليش تنصح، وهذه النصيحة انها تدخل بالمطعم وعادي يكشفي، واللي يقول ترضاها على اختك، واللي تقول على زوجتك. ما فهمت انا، ترى ماني بنا فاشينيستا ولا ني بنا مفتي ولا ني اهدوا جماعة الخير. كم مرة انا اقولها، انا اعطيت الخيارات، قلت انه اول شيء تكلمي معه، ثاني شيء بعد ثقة شوي تتعود، هو يتعودين تعودينه على الشيء اللي تبغينه. ثالث شيء ختمت كلامي فيه انه لا، اذا انت جايز لك يبيك تلبسين نقاب البسين نقاب، لو تبي تلبسين برقع رجعوا لكلامي. ما يحتاج، يعني مو بحلوة تراه تصير انت، ترى هذا الشخص يدل على قلة وعي، انك انت تاخذ جزء من الكلام ويل للمصلين وتسكت وتاخذ عليها وتنزل فيها فتاوى وتنقلها انه في بالقرآن بالدين الاسلامي يقولون ويل للمصلين. كيف؟ لا ما بكذا الحياة. اهدى، اخذ الاجابة كاملة، اعرف انا وش تخصصي، انا ما بدوري اني انا كل من جاني انا عندي اجابات جاهزة اعطيك اياها. انا اعطيك خيارات، فتح مدارك، انت شو بتختار، انت حر. وش يوافق دينك، يتابعني مسيحي، يتابعني شيعي، يتابعني بالمذاهب الأربعة، أنا مالي دخل. وش أنت، ما أنا بقاعد أسألك أنا. فأنت اهدى. أنت لو تسأل مفتي شيعي بيجاوبك على مذهبه، بتسأل سني حنبلي بيجاوبك على حسب ما هو مؤمن فيه، أو عند الحنابلة بتسأل شافعي بيجاوبك على نفس الحكاية. فبلاشي هذه الكلام. السوشيال ميديا خلت البعض ما يفرق بين المختص وإيش دوره، وبين الفاشينيستا ولا المشاهير أو غيرهم. لا ما هي بكذا الموضوع. موضوع دور اسمعوا كلامي كامل واحكم على كلامي كامل، وعرف تخصصي. لازم تعرف الجوانب كاملة على أساسه أنت تتحرك وأنت ترد. وأنا ما عندي مشكلة أرد، لأنه أنا بالنسبة لي يعني أنا أتقبل كل الردود، صحيح إني أنا ما أخذ فيها، ولكن أتقبلها بصدر رحب عادي. طيب الله يسعدكم يا رب. تحياتي. اللي انتبهني مغير تيشيرت بطلع للنادي، الظاهر صار عندي إدمان النادي وأنا ما أدري. اليوم الفجر فيه والحين بروح النادي. ها